العميل بيدخل عليا في العطار بيقول لي انت عارف الساعه الاتش كي الالترا 3؟ قلت له عارفها يا باشا. قال لي غاليه عليا، عايز حاجه زيها. قلت له بفضل الله هديك واحده احسن منها بنفس المميزات. تعالى بقى اتفرج معايا يا باشا بقى انا هديك ايه. بص يا باشا، دي اسمها ابل ووتش، وقسما بدين الله والله العظيم الفايبريشن بتاعها وهي بتتحكم حاجه قويه جدا. اسمها ايه بقى يا باشا؟ اسمها الاكس 10 دبليو، شركه دبليو اند او، الضمان، الحاجه اللي ضد الميه. تعالى اتفرج كده معايا على شكل ايه العلبه بتاعتها، اللي ما بينزلش معاها غير الشاحن بس واستراب واحد. وعشان تطمن ان المنتج ده اصلي بيقول لك ان هو بيجي معاه المثلث الامان. بتكلم معاك ان هي فيها 2 لوك عشان ما تقعش منك. اتفرج معايا على شكل الحلويات. بص النحافه بتاعتها، بص السماعات. انا عايز كل ده يجي في الفيديو. شايف التفاصيل؟ شايف الساعه واحنا في عز النور عامله ازاي؟ تعالى بقى نلبسها كده مع بعضينا ايه اصليه. اللي هيشوفها من بعيد هيقول لي ده هيقول لي دي اصليه، هيقول لي دي يا مصريكو دي اصليه. تعالى نتفرج طبعا على التاتش عشان ما يكسفناش وسط اصحابي. تعالى اتفرج معايا كده على التاتش. بص يا باشا، اقسم بالله عارف مش التاتش اللي هو السريع، لا ده حاجه تقيله كده، عامل كانك ماسك ايفون او شاشه موبايل، حاجه كده براند. اتفرج بقى معايا كده الاعدادات بتاعتها. بص كانها حاجه اوريجينال بالظبط. بقول لك ان هي اقوى واحسن من الاتش كي الالترا 3. الساعه دي ارخص واحد بيبيعها في السوق ب 890 جنيه، ومش هينفع اقول اسمه عشان ما يفضلش بقى يعمل فيديو وانا ارد عليه وبتاع. انا بفضل الله هبيعها لك بكام؟ طب انا هبيع لك الحلويات دي بكام؟ ب 750 جنيه بفضل الله. العرض ده شغال معاك في الريون فقط. العرض ده شغال معاك في الفرع فقط، مفيش شحن ولا محافظات ولا جيزه ولا القاهره. بتكلم معاك ان السعر ده بفضل الله 750 جنيه، اقل سعر في مصر. اقسم بالله قلبت التيك توك وقلبت الفيسبوك وكل المنصات، اقل واحد بيبيع ب 890 جنيه. احنا فين؟ في العطار، مول الغول، محل 101. لو العتبه بعيد عليك بفضل الله اشحنها لك لاي مكان في مصر. كل اللي عليك ان انت هتيجي للراجل ده في شارع العطار، مول الغول، محل 101، تقول له انا عايز الساعه اللي هي بديله الابل الهاي كوبي، الحاجه القويه جدا. هيديها لك بكام؟ 750 جنيه. 750 جنيه. ما تنساش تعمل لايك وفولو منشن لصاحبك اللي عايز يجيب الساعه الابل.